امال فين الملف التاني بتاع العمليه ديت؟ ايه ده، هو مش موجود عندك؟ لا مش موجود. ازاي؟ ده انا مسلمه لنوال من يومين. هي جت ولا لسه؟ انا دخلت المكتب بتاعها ما لقيتهاش. هي ايه حكايتها اليومين دول؟ بتتاخر كتير ليه؟ مش عارف، انا حاسس ان التاخير بتاعها ده في وراه ان. حتى لو وراه ان ما يديهاش الحق ابدا انها تتاخر عن الشغل. الهانم لسه ما وصلتش، عايزاك تديها لفت نظر. انت لسه مدير الشركه. ايه يعني جت متأخرة شوية؟ الدنيا هتخرب؟ الشغل هيقف؟ الله لا لا لا، ايه اللهجه الجديده دي يا نوال؟ هي دي بقى لهجتي الجديدة اذا كان عاجبكم. بقى انت اللي بتقولي كده يا نوال؟ بصراحة بقى انا الشغل كتر عليا، خلاص زهقت. لا وايه؟ المرتب زي ما هو ما بيزيدش. يا ستي ما تقلقيش، موضوع المرتب ده انا هكلم زهره واخليها تزودهولي. هتزودني كام يعني؟ قولي هتزودني كام؟ في يا نوال مالك؟ ما الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، وقلت لك يعني هزودهولك وبعدين انت بتاخدي مرتب كويس. لا كويس ولا حاجة، تعالى شوف اللي زيي بياخدوا كام. اللي زيك اللي انت بتتكلمي عليهم دول يا نوال بيبقى معاهم مؤهلات عليا وبيعرفوا لغات فرنساوي وانجليزي وكمبيوتر. عايرني يا سي فوزي عشان مش برطلك بالانجليزي. يا بنت انا مش قصدي، بس زهره برضو مش ظلماك قوي كده. وعايزة تظلمني ليه يا حبيبي؟ تظلمني ليه زهرة؟ زهرة معاها ملايين، هتظلمني ليه؟ ده احنا نبتدي نقر على بعض بقى. انا لا بقر ولا بنق. وبعدين بقول لك ايه يا فوزي، اتفضل اخرج بره، ما تعصبنيش اكتر من كده. في ايه تتعصبي اكتر من كده؟ ده ناقص تلبسيني طفايه في وشي وانا واقف. اتفضل يا حبيبتي. ايه يا فريد؟ مش هتناولني الشاي؟ ما انا جايبهولك اساسا. اتفضلي. انا مش عارفه الايام دي نوال ايه اللي جرالها. الشغل فجاه كده مبقاش عاجبها. ايه اللي مش عاجبها ان شاء الله؟ على الشغل كتير والمرتب قليل. انت بتديها كام؟ 6000 جنيه. نعم نعم نعم، 6000 جنيه ومش عاجبها؟ ده كتير قوي عليها اصلا. ده فوزي بيقول لي ان هي عايزه زياده، قلت له معلش يا فوزي زودها 1000 جنيه كمان. 1000 جنيه ده ايه؟ يبقى عايزاها فلوسك كده يا زوزه، تزوديها بال1000. دي عايزه الطقطقين. يعني 12000 ده انا ما باخدهمش، دي اكيد اتجننت. لا لا لا، بقول لك ايه؟ انا رايي انت لازم تشوفي واحده غيرها. مش قادره يا فريد. انت عارف ان انا وهي عشره عمر، متربيين مع بعض من صغرنا. يا حبيبتي بصراحة هي ما بقتش تنفع للشغل الكبير اللي انت داخله عليه. دي ما بتعرفش لغات، وهي دوب لسه متعلمة كمبيوتر. وبعدين انت يلزمك واحدة تشرفك، سكرتيرة تبقى واجهة محترمة ليكي. وبعدين بقى طالما البت دي بصت للفلوس يبقى مش هتسكت، وكل شوية هتقول لك هاتي. بقول لك عشره عمري، مش عارف تفهم ليه. البيزنس ما فيهوش الكلام الفارغ ده. عايزة تشتغل بشروطك اهلا وسهلا، مش عاجبها تاخد قرشين وطريق السلامة. ما هو انا مش قادره اقول لها الكلام ده، انا برضو قلبي مش مطوعني. احنا قلنا يا حبيبتي الشغل ما فيهوش عواطف. وبعدين بقى بصراحة يا زوزة بعد اللي حصل ده انا بقيت خايف عليكي منها. ليه يا فريد؟ هي ممكن تعمل معايا ايه؟ يعني يا ممكن تبيعك لاي منافس في السوق، وخصوصا ان انت بتدخلي مناقصات كتير والف واحد يتمنى يضربك. يا نهار اسود، معقوله نوال بعد العشره دي كلها ممكن تعمل فيها كده؟ وانا مش هستحمل اي كلمة من اي حد بعد كده. اهدي بس يا نوال، هو انت بتتكلمي مع اي حد؟ ده احنا مهما كان عشره عمر. بلا عشرة عمر بلا عشرة زفت. اذا كان شغلي مش عاجبكم سيبهولكوا يتدربك على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا. الله 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 الله، ايه ده يا نوال؟ لا انا كنت بتعامل معاكي بشكل اخوي، لكن انت كده هتضطريني ان انا اتعامل معاكي رسمي. وما تنسيش ان انت بتتكلمي مع مدير الشركه اللي انت بتشتغلي فيها. طز. طز؟ طب ايه رايك بقى عشان قله ادبك دي مخصوم منك اسبوع؟ وعلى ايه يا روح امك؟ انا يا اخويا سيبها لكم مخدره، انت واللي حبيتها ولا طولتش. اوعى. يا نهار اسود، البت دي اكيد في وزاتها ضربت كلها، دي اتجننت خالص. جن لما يلهفك راجل قليل الادب. كتك القرف عليك وعلى اللي عملك محامي، المفروض تبقى قاعد تحت بير السلم. عن اذنك يا ابن ام فوزي.
يا نهار اسود، فيوزات ايه اللي ضربت؟ دي البت دي متوصله من الكفري العمومي عادل. معلش ايه ده يا فوزي؟ اكيد في حاجه احنا ما نعرفهاش، اصل اللي حصل ده مش طبيعي. لا لا يا زهره، لا 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 لا، انت ما شفتيش البت دي قالت ايه؟ ده قالت الفاظ وامك وحاجات ما ينفعش تتقال يعني. وبعدين ده صوتها كان ملعلع قد كده وهي بتزعق في وسط المكتب. ده ممكن الموظفين يكونوا سمعوها وهي بتقول لي طز. طز؟ لا دي قليله الادب. روق انت وانا هتكلم معاها. تتكلمي معاها في ايه؟ بص يا زهره، انا اسف يعني، لو البت دي فضلت في الشغل انا هقدم استقالتي. بقول لك ايه يا فوزي، ما تكبرش الموضوع بقى عشان خاطري. ما انا قلت لك هجيبها لك انا واشدها. هتشدي ايه؟ انا مش فاهم البت دي ايه اللي حصل لها في دماغها يعني. يكونش حد اقنعها انها تسيبنا ويديها مرتب مثلا قدنا 3 4 اضعاف؟ جايز جدا، بس برضه لازم اقعد معاها واتاكد. تقعدي معايا يا زهر، وبعدين تعالي هنا. بقى هي دي اللي انت كنت عايزه تجوزها يا زهره؟ ده انا كنت هعلقها لك من شعرها كده ليله الدخله وتهوي بالفستان بتاعها عندي في الصاله. ايوه اضحكي ماشي. ايه الاخبار يا نوال؟ عظيم. يعني تقدروا تسافروا في اي وقت؟ انا مجهز لكم كل حاجه هناك. ما عليك غير انك تعدي عليا تاخدي مفاتيح الشقه. يلا خير البر عاجله. انا كمان محضر لكم مبلغ كويس عشان يبقى معاكم بوكت ماني. انت رجعتي بدري كده ليه؟ انا خلاص سبت الشغل، قدمت استقالتي، وانت كمان من بكره تقدم استقالتك. هو العميل اللي كلمتيه لقى شغل بالسرعه دي يعني؟ وفي اسكندريه كمان، مش انت بتحب البحر؟ البحر. والله بصراحه انا ما بقتش عارف انا بحب ايه وبكره ايه. 10 دقايق واكون مجهزه لك الغدا. لا ما تتعبيش نفسك، هنزل اجيب اكل وارجع، مش هتاخر. ايه يا ماجد، انت نسيت فلوسك ولا ايه؟ ازيك يا نوال؟ انت ايه اللي جابك هنا يا زهر؟ ماجد كان بيعمل عندك ايه يا نوال؟ ايه الصورة دي يا نوال؟ انت كان عندك حق يا زهرة، ماجد ما ماتش، ماجد عايش، بس مش ماجد القديم اللي انت تعرفيه. ماجد فقد الذاكرة وما يعرفش حد في الدنيا غيري أنا اللي أنقذته من الضياع اللي كان فيه. قصدي انت اصلا علاقتك بايه؟ ماجد جوزي على سنة الله ورسوله. السفلة، انت السفلة.
انا مستفله يا زهره. انا حبيته زي ما انت حبيتيه، ولو كنت اتجوزته قبل ما تحصل له الحادثه ما كنتش هفكر اتجوز واحد غيره، ومش من مصلحتك ان ترجع له الذاكره، لانه هيعرف انك اتجوزتي صاحبه بعد خبر وفاته بكام شهر. ساعتها هتبقي انت اللي سافله في نظره مش انا. بطلي انانيه بقى. انت عايزه ايه؟ عايزه تاخدي كل حاجه؟ انت عارفه انت عملتي لنفسك ايه؟ انت بقيت زوجه للحاج فرج، وزوجه لماجد، وزوجه لفريد. عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك تدخلي السجن يا زهره، واحسن لك تبعدي عننا بقى. واذا كان على ماجد انا ممكن اخليه يطلقك عشان فريد يبقى هو جوزك الشرعي. ولو اني مش عارفه الحاج فرج ساعتها هيعمل ايه، هيوافق ولا لا. واتفضلي بقى من غير ما ترد. يلا عشان عايزه استريح، ومش عايزه ماجد يرجع ويلاقيكي هنا. واوعي تفكري انك تتكلمي معاه ولا تفكري باي حاجه، لان ساعتها هيكتشف انك زوجه لرجاله كتير قوي. يلا اتفضلي اطلعي بره يا زهره، بره. نوال! نوال! في ايه يا ماجد؟ هي كانت هنا؟ هي مين دي؟ الست اللي قابلتها في شرم الشيخ واللي عرفت اسمي، انا شفتها قدام العماره واخدينها بعربيه اسعاف. انت كلمتها؟ ما لحقتش اكلمها. ايه يا حبيبي؟ بقى انا بقول لك انا هموت من الجوع وانت جاي تقول لي الست بتاعت شرم الشيخ؟ يا سيدي ما يمكن واحده بتشبه عليها. انا ما بشبهش يا نوال، انا متاكد ان انا شفتها، نفس الست اللي قابلتني في شرم الشيخ. ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا مش فاهم.
نوال، انت متاكده انها ما كانتش هنا؟ في ايه يا ماجد؟ انا تعبت من الموضوع ده، انا زهقت. انت نسافر بقى، انا اعصابي تعبت. انا نازله. يا رب ربنا يطمنا عليك يا اخي. يا رب ربنا يجيب العواقب سليمه. هو محدش كلم جوزها؟ كلمته في التليفون، اكيد هيجي دلوقتي اكيد. انا مش عارف بس ايه اللي حصل لها ده، حصل لها ازاي؟ معقولة؟ أنت فين يا فريد؟ قافل تليفونك 24 ساعة يا حبيبي. لا يا حبيبي ما يصحش كده. أنت عارف إنهم طلبوني من شوية وقالوا إن زهرة راحت المستشفى وما لحقتش أعرف منهم هي فين ولا في أنهي مستشفى. طب ما يمكن هتولد. لا انا ما اعرفش في انهي شهر وانا مخي دفتر. طب انا هتصل بيها واعرف ايه الحكايه واطمنك. سوسو، حظك معايا وحش قوي يا حبيبتي. مراتي هتولد ولازم اوصلك دلوقتي واروح لها المستشفى، بس اوعدك لو جابت بنت هسميها سوسو. ماشي يا حبيبي. ايه يا جماعه؟ انت يا عم خالد انت هتعيط؟ اختك فين وايه اللي حصل لها؟ اخلص اسكت، ليك عين تتكلم. ادعي لها ادعي لها. وانت مش بتشتغل عندها، ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ شوف يا باشمهندس، بغض النظر عن شغلتك يعني وطريقتك في الكلام معانا، مش اخوها بيقول لك ادعي لها؟ انا بقى مش عايزك تدعي لها. وبعدين انت مالك يا اخي؟ بشتغل عندها ولا المحامي بتاعها؟ جيت من شغل على هنا. لا خليه يدعي لها، ادعي لها عشان خاطرك. وبعدين تلاقيها كانت عند حد من اصحابها او حد من العملاء اللي بتشتغل معاهم. ومين اللي جابها هنا يا خليل؟ يا عم انت هتعمل لي فيها مفتش مباحث اسم العجوزه وتفتح لنا سين وجيم. انت مالك يا اخي؟ اللي جابها. بقول لك ايه يا استاذ باشمهندس، انت ما تعملش شويه القلبان دول عليا. انا بحب اختي اكتر ما انت بتحبها. في ايه؟ ما تبس انت وهو، وده وقته برضه يا جماعه ونقر وخناق. وبعدين بقى الصراحه راجل معذور، دي مهما كان مراته. ماشي مراته مالهاش حاجه، بس شايفه اول ما دخل عمال يقفل ويسال فينا زي ما يكون عايز يعمل لنا بطاقه رقم القومي دي. خير يا خير يا دكتور. فين جوزك؟ انا جوزها. للأسف الجنين مات وكان لازم نعمل كده عشان ننقذ صحة الأم. في داهيه، اختي فداها 2 مليون جنيه. الحمد لله على سلامتها، اهم حاجه هي كويسه. بصراحة هي تعبت لأنها نزفت كتير. طيب ممكن ادخل اشوفها؟ هي في العناية المركزة دلوقتي. بص يا فقر مش هتشوفها. انا في اسكندريه انا وماجد. معقول؟ ازاي ده حصل؟ لازم وعت وهي نازله من عندي. عرفت كل حاجه. يعني هي دلوقتي اتاكدت ان اللي انت متجوزاه ده فعلا ماجد؟ طب كويس ان انت سافرت بسرعه زي ما قلت لك. بقول لك ايه، اوعي تكوني جبت لها سيره ان انا اعرف حاجه عن حكايتك انت وماجد دي. لا طبعا مش عايزاها تكرهك، ده انا عايزاها تحبك عشان تحل عن سمايا انا وماجد. انت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك اطمن. المهم انت وجوزي خليكوا عندك لحد بقول لك تعملي ايه. فلوس تاني؟ ما انت واخده على قلبك قد كده. هتصرف في مبلغ وابعتهولك. يلا سلام. إيه؟ أنت مش هتتغدى ولا إيه؟ أنت كنت بتكلم مين؟ يا ربي حته العيل اللي كان هيربطني بيها يموت وهو لسه جنين في بطنها. ليه؟ ليه يا ابني؟ أنت مش ناوي تخلف منها ولا إيه؟ خلف؟ والله ما انا عارف يا ماما. أمال مين اللي عارف؟ يا ماما انا مش عارف هكمل معاها ولا لا اصلا. يعني إيه؟ أنت ناوي تطلقها؟ اطلقها؟ اطلقها مين يا اختي؟ والنبي انا خايف هي اللي تطلقني. ايوه هطلقك. ما دام ما بتسمعيش كلامي يبقى مالكيش عيش معايا. انا يا وليه مش نبهت عليكي 100 مره قبل كده ما تجيبي سيره المرحوم اخوك ده تاني؟ بلا يا حجي. طب ايه اللي خلاكي بقى اتصلت بزهره وقلت لها مال زهره ومال اخوك دلوقتي؟ هي مو كانت مرته؟ مين قال لك انها كانت مراته؟ بلا يا حجي، هي كانت مرته وجابت منه كمان. غلط، كل ده غلط. هو انا كنت طلقتها عشان هو يروح يتجوزها؟ لكن شو هذا اللي صار يا حجي؟ ما اعرفش، انا مالي. كل اللي حصل ده غلط. زهره مراتي شرعا، يعني ملهاش اي علاقه بالمرحوم اخوك ده.
اخي ماله مرحوم، اخي انا شفته بعيني. برضه هتقولي لي شفته بعيني؟ لا انت مالكيش غير المأذون. لا خلص يا حجي، بوس ايدك، اخي مات وشبع موت، مفهوم؟ مفهوم يا حجي. عارفه لو جبتي سيره تاني ان المرحوم اخوك ده عايش وهلوستي، عارفه هعمل فيكي ايه؟ بعرف يا حجي، حتوديني على عصفوريه، على عصفوريه وصلني بايده. انت كمان هتعملي لي فيها صباح؟ لا يا وليه، انت خلاص فيوزاتك ضربت، اتجننتي. انا لازم اسيب فريد، جوازي خلاص بقى منه باطل. اشمعنى دلوقتي عرفت ان جوازك منه باطل؟ عشان ماجد لسه عايش، متجوز من نوال كمان. يا نصرتي، نوال عملت كده؟ تخيل يا امه، نوال تعمل كده. طب وماجد رضي يتجوزها؟ هو فقد الذاكره. يعني ايه يا بنتي؟ يعني الحادثه اللي حصلت له ديت خلته ناسي كل حاجه، مش عارف هو مين ولا اسمه ايه. وفريد عارف اللخبطه اللي حاصله دي؟ ده ايه ده؟ بقى الميت اللي رحنا دفناه يقوم تاني؟ فريد شافه يما، لكن ما صدقش ان هو ماجد، قال يمكن واحد شبهه. اللي احنا دفناه ده حد تاني خالص غير ماجد. ده كلام ايه ده؟ يعني انت دلوقتي يا بنتي على ذمة 3؟ انا مش على ذمة حد خالص يما. يا عيني عليك يا اختي، يا عيني عليك، حظ ايه ده؟ يا زوزة، الحمد لله على السلامة. بسم الله ما شاء الله، الدكتور طمني عليك وقال ان انت بقيتي زي الفل. الدكتور قال ان انا ممكن اخرج النهارده. والله ده كويس. يلا يا طنط لمي حاجات عشان نمشي. يلا. بس عايز اقول لك حاجه قبل ما نلم حاجاتنا ونمشي. حاجة ايه؟ احنا خلاص ما ينفعش نعيش مع بعض تاني. نعم يا اختي، يعني ايه ما ينفعش نعيش مع بعض؟ يعني بعد ظهور ماجد خلاص ما ينفعش نعيش مع بعض، جوازنا باطل. ماجد ده ايه؟ ماجد مات يا بنتي، واللي يقول غير كده يبقى اهبل. انت الوحيد اللي ما تعرفش ان ماجد لسه عايش يظهر. تاني يا زهرة؟ تاني وتالت ورابع، وكمان متجوز نوال. انت عرفتي ازاي؟ استغلت ان هو فقد الذاكره وضحكت عليه واتجوزته. انا كنت جايه من البيت عندهم ساعه ما وقعت على السلم. تقدر تقولي بقى لما ماجد يرجع له الذاكره هيبقى شكلنا وانت قدامه ايه؟ ايه يعني؟ هيكتشف ان هو اتجوز نوال ومش بعيد يكون خلف منها كمان. انت مالك واخد الموضوع ببساطه قوي كده؟ بقول لك جوازي منك باطل، فاهم يعني ايه باطل؟ ايوه يا ابني ايوه، بنتي ما يصحش تعيش معاك. لا يا حاجه، انت بتهدي النفوس. امال هتعيش مع مين يعني؟ مع ماجد ولا الحاج فرج؟ مش هعيش مع حد خالص، لا انت ولا ماجد ولا حاجه فرج. استريحت بقى؟ سيبوني في حالي. يا بنتي هدي نفسك امال. خلاص يا سيدي، خلاص يا فريد. خلاص ده ايه؟ اتبطيتي يا اختي؟ ارتحتي خلاص؟ قعدتي تبخي في ودنها لحد ما سابتني؟ عموما يا زهره انا عذرك، لان انت برضه لسه في فتره نقاهه. خدي بالك من نفسك. انا هستناكي. ايه رايك يا متر؟ انا مش شايف اي حاجه عملناها مع زهره جابت نتيجه. ضربناها في السوق وخسرت دم قلبها وما نفعش، وبالذوق وما نفعش. الله، واللي اعمل معاها ايه دي؟ انا شايف ان موقفها القانوني ضعيف جدا يا حاج. يا اخي انا بسمع كلمه قانون دي بيجي لي حساسيه وجسمي اشعر. ليه بس يا حاج؟ ده حتى القانون في صفك. خلاص ما دام القانون في صفي اتكل على الله، شوف شغلك. بس يكون في علمك يا حاج، انا لو شفت شغلي هحبسها. انت اتجننت يا راجل. بقى انا بقول لك عايزك تجيبها لي تقول لي هحبسها؟ هو ده الشغل اللي انت هتعمله؟ استنى بس يا حاج، استنى كده واستهدى بالله. لما نشوف المتر يحبسها ليه؟ بتهمة تعدد الازواج، لان الحاج بعد ما خد حكم لصالحه راحت اتجوزت مرتين. ايوه متر، بس هي اتجوزت ماجد ده بعد ما خدت حكم ابتدائي بطلاقها من الحاج. افرض. طب الزوج التاني؟ ايوه الزوج التاني ده اتجوزته لما مات الزوج اللي قبليه. انتوا مش بتقولوا انه ماجد على قيد الحياه؟ صحيح انه فقد الذاكره والاهليه لكن بصفه مؤقته. ايوه متر، يعني دلوقتي ما تاخذنيش، يعني ماجد ده وضعه القانوني ايه بالظبط؟ لو ما كانش الحاج واخد حكم لصالحه وهي متمسكه بزوجها الاخير ممكن ترفع دعوى تطليق ضد ماجد بناء على حالته العقليه والصحيه، واكيد المحكمه هتحكم لصالحها. يعني ماجد ده امره سهل،
بس قبل ما ترجع له الذاكره تاني. ايه رايك يا حاج؟ انا عندي فكره هتريحك. قول يا ابو الافكار، وانا في حاجه جاباني ورا غير افكارك؟ ليه بس كده يا حاج؟ ده انا طول عمري ماشي على هواك وكل هدفي ان انا اريحك. اتكلم وخلصنا. شوف يا حاج، ما دام انت عدم مؤاخذه مالكش غرض في المحاكم والقوانين، يبقى مفيش قدامك غير الحل اللي انا قلت لك عليه. الواد الباشمهندس ده تجيبه وتديله قرشين وهو يخلع. ما انا جبته هنا واتكلمت معاه وعرضت عليه 5 مليون، قال لي اديني مهله افكر، ومن ساعتها لا فكر ولا قال لي انت فين. ما افتكرش انه هيوافق على المبلغ ده يا حاج. ليه بقى يا متر؟ تاخذنيش يعني، ده واحد متجوز واحده كلها فلوس، ده انت بجلاله قدرك ما قدرتش تقف قصادها. لا بقى حاسب على كلامك، انا مش هقف قصادها وبس، انا اقف قصادها وقصاد اللي خلفوها كمان. بس الحكايه ان المساله طولت وانا عايز اخلص بقى. يبقى مفيش قدامنا غير المحاكم، نعمل لها شويه انذارات لحد ما نوصلها لدعوه نشوز. يا دي النيله، محاكم تاني؟ صدقني يا حاج، هو ده الحل الوحيد اللي هيخلي زهره تجيلك راقعه لحد عندك. ماشي يا متر، بس المهم اوعى تحبسها، احسن وديني انا اللي احبسك. صدقيني يا زهره، احسن حاجه عملتيها في حياتك ان انت خلصت من اللي اسمه فريد ده. انا ما كنتش مرتاحه ابدا للجوازه دي. بس انت لازم تطلقي منه رسمي يا زهره. هو ده محتاج طلاق؟ انا قالوا لي اصلا طالما ماجد ظهر يبقى جوازي منه باطل. ايوه بس انا خايف يعمل لنا شوشره بعد كده يا زهره. يعني ايه يا فوزي؟ يعني عشان ينتقم منك ممكن يروح يبلغ ان انت متجوزه غيره، ودي هتبقى مشكله كبيره قوي. يعني انت شايف ان في خطوره على زهره؟ ياما انا بقول اسوأ الفروض، واحد زي ده ممكن يمشي من سكات وممكن يعمل لنا شوشره ومشاكل، فعشان كده لازم تطلق منه رسمي عشان ما يبقالوش اي حق انه يرفع عليها قضيه بعد كده. خلاص ابقى اديله قرشين. هو ده بتاع قرشين ياما؟ ده انا خايفه يطلب نص اللي عندي. ليه يعني؟ ده مخلوع مخلوع. احنا عايزين بس نسد بقه بقرشين عشان ما يعمل لناش مشاكل بعد كده. ايه يا ملهانة الكلام اللي بيقوله جوز بنتك ده؟ الجوز زهرة اللي مات طلع عايش. انا يا اخويا برضو سمعت الكلام ده. بقول لك ايه يا ابو سريع، انت يا اخويا متاكد انك قفلت عليه المدفن كويس؟ ده اول حاجة بأمر عليها، وانا عندي ميت بدفنه ويطلع تاني. انا يا اخويا برضو مستغربه، بس بقول لك ايه يا ابو سريع، زياده استحواذ يا اخويا. قوم كده هو تشوف التربه ها مفتوحه ولا زي ما هي. جرايه يا وليه، انت عايزه تمخوليني؟ انا بس يا اخويا خايفه لا يكون حد من صبيانك فتح له التربه من وراك. محدش يقدر يستجري يفتح تربه من ورايا. انا بس خايف من حاجه. خايف من حاجه؟ حاجه ايه يا ابو سريع؟ زهره وامها يطالبونا بحق الدفن والشغل اللي انت عملتيه. نعم يا دلعدي، الشغل اللي انا عملته؟ لا يا حبيبي، انا غنيت وخلاص، يبقى لازم اقبض اجرتي. انا مالي يا حبيبي اذا كان مات ولا صحي. وانا كمان عملت اللي عليا، وانا مغسل وضامن جنه. صباح الخير. اهلا اهلا يا باشمهندس. الحاج موجود؟ هو في ميعاد؟ لا والله مفيش ميعاد، بس يعني في موضوع شخصي بينا عايزين نخلصه. طب اقعد استريح، الحاج اصلا عنده اجتماع، هدخل اديله خبر. ماشي، ربنا يوفقك. وبالشكل ده كل ما نبيع اكتر هنكسب اكتر. بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج، انا عجباني السياسه بتاعت سعادتك دي قوي. في حاجه يا حجاج؟ ايوه يا حاج، الباشمهندس فريد بره. سمعت بيقول لك مين بره؟ ده يبقى كده جيب رجليه يا حاج. لا ما تفتكرش الواد ده سهل، لا ده مش سهل كده زي ما انت فاكر. انا عمري يا حاج ما فكرت ان الواد ده سهل. طب خليه عندك شويه يا حجاج وقدم له قهوه. من عينيا يا حاج. ما تاخذنيش يا حاج، يعني انا وجهه نظري انك ترضعه شويه بره. انت شايف ان يعني ملهوف عليه قوي؟ ما تخافش عليا، انا عاجبك قوي في المسائل دي. نرجع لمرجوعنا يا جماعه، احنا كنا بنقول ايه؟ ما يباتوا جوه ولا ايه؟ الحقيقه مش عارف يا باشمهندس. اجيب لك قهوه تاني يا باشمهندس؟ لا يا عم، قهوة ايه؟ ده انا جالي حموضه من كتر شرب القهوه. الف سلامه يا هواد. سلام يا استاذ حجاج. الف سلامه يا باشمهندس. اهو مشي اهو، اخش انا ولا ايه؟ طب يا حاج، عايز مني انا اي حاجه تانية؟ ما تخليك معانا. لا بلاش انا يا حاج، عشان يتكلم براحته ويعرف ان انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده. ماشي، وانت خارج خليه يدخل. حاضر يا حاج.
صباح الخير يا حاج. اهلا 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 يا باشمهندس، اتفضل استريح. الله يخليك. شربت حاجه يا باشمهندس؟ شربت 30 فنجان قهوه. واضح كده ان انت مشغول قوي النهارده. لا لا ابدا. في حاجه مهمه كنت عاوزني فيها؟ انا ما جاي عشان نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه يا حاج. موضوع ايه لا مؤاخذه؟ موضوع طلاقي من زهره. اه هو انت خلاص طلقتها؟ طلقتها ايه يا حاج؟ مش لما نتفق الاول؟ نتفق على ايه؟ على اتعاب يا حاج. انت كنت عرضت عليا 5 مليون وانا طلبت مهله عشان افكر. وبعدين؟ والله انا من حيث المبدأ ما عنديش مانع يا حاج، بس انا يعني شايف ان المبلغ ده قليل شويه. انا بقول نزقه. انت شايف كده يعني؟ طبعا يا حاج، دي تضحيه مش سهله ابدا، دي زهره حياتي. انا يعني لولا الاجهاض اللي حصل والجنين اللي مات انا عمري ما كنت افكر ان انا اسيبها ابدا. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مفيش، وقعت من على السلم وحصل لها اجهاض. انهي سلم؟ السلم اللي هو عند واحده صاحبتها، بس هي يعني كانت بتزور واحده صاحبتها واتقلبت من على السلم. مش قصدك البت نوال السكرتيره بتاعتها مش كده؟ انت عرفت ازاي يا حاج؟ انت ما تعرفش ان انا ما بحبش حد يسالني السؤال ده. انا ببقى قاعد هنا في مكتبي وعارف كل اللي بيحصل حواليا. ما بالك بقى باللي بيحصل لزهره مراتي. مراتك ايه يا حاج؟ وانا برميل ترشي ولا ايه؟ انا لسه ما طلقتش على فكره. انت لا مؤاخذه مخلوع من نفسك كده. يعني ماجد هو اللي خلعك. جوازك من زهره طلع في شنك. ماجد مات يا حاج. عيب يا باشمهندس، عيب تصيح عليا وتقول لي الكلام ده. امال هي راحت لنوال ليه؟ ماجد موجود يا باشمهندس، ووجوده هو اللي خلعك. يعني المشكله مش بيني وبينك دلوقتي، المشكله بيني وبين ماجد. والحمد لله انا لسه ما طلقتش زهره، وجوازها من ماجد باطل زي جوازك منها ما هو باطل. ايه رايك بقى؟ الله، هي بقت كده يا حاج؟ ماشي، انا بقى متمسك بزهره ومش هطلقها مهما حصل. امال انت كنت جاي ليه النهارده؟ لا انا ما اتاكلش اونطه، وحقي هاخده تالت ومتلت. انت كنت كاتب مؤخر قد ايه؟ نص مليون. نص مليون؟ طب يا حبيبي ما تنخربش بقى في الموضوع ده. هنخرب ايه؟ زهره دي كسبانه من ورايا ملايين وما خدتش عمولتي كمان. هو في راجل في الدنيا بياخد عمولة على حاجة عاملها لمراته؟ مراته ايه؟ ما كل واحد بيقول انها مراته، ده احنا لو قسمناها على بعض مش هيطلع لي فيها دراع. ايه؟ هطلع من الموضوع سلط ملط؟ سلت ملط ايه وخيبة ايه؟ انت قول احسن ابعد عن الشر وغني له. انا لا بعرف اغني ولا برقص، وحقي هاخده تالت ومتلت وفوقيه بوسه كمان. ايه ده يا فريد، وسيبني انا اتفاهم معاك. الموضوع مش مستاهل تفاهم، هو مشوار صغير لحد النيابه هدخلها السجن. بتهمة ايه ان شاء الله؟ بتهمة تعدد الازواج. انا لما اتجوزتها كانت عايشه بطولها، ما كنتش عارف انها متجوزه 2 غيري. ويهون عليك انها تخش السجن؟ وانت يهون عليك اللي هي قالته لي؟ انا تقول لي انت متحرم عليها ولازم تطلقني؟ الست بتخاف من ربنا يا اخي، بتطبق الشرع. ونعم بالله. يبقى تدفع 8 طلاق. انت عايز تاخد خلو رجل عشان تطلقها؟ ده مش خلو رجلي يا حمزاوي بيه، ده حقي. كفايه ان انا اللي معرفها بحضرتك.